السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم أكلة خفيفة وسهلة وسريعة مناسبة للأجواء الباردة، تحضروها كوجبة غداء أو عشاء، فهي كتجي لذيذة بزاف ورائعة في المذاق. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي هنا ربع كيلو من اللحم المفروم، حبة كبيرة من البصل مقطع بهذا الشكل شرائح طويلة، 3 حبات طماطم متوسطين مقطعين مربعات، حبة كبيرة من البطاطس المقلية أيضا مقطعة مربعات، جبن مبشور، 3 بيضات، زيت زيتون. بالنسبة للتوابل، عندي هنا ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر أي بابريكا، ملعقة صغيرة خرقوم، ملعقة صغيرة زريعة القزبر المطحونة، و3 فصوص كبار من التومة اللي حكيتهم. هنا في طاجين كنعمل القليل من زيت الزيتون، كنضيف التوابل، ايضا كنضيف الثومه المحكوكه وكنحرك المكونات مزيان حتى كيسخن الزيت شويه وكيندمجوا. هنا كنضيف شرائح البصل وكنحركهم مع التوابل حتى كيتشربوهم، وكنبقى نحرك من حين لاخر حتى كيتسرخى البصل وكيدبل. بعد ما كيرجع البصل بهذا الشكل هذا كنضيف قطع الطماطم. انا هنا فضلت نخليهم بقشور، نتوما يمكن تقشروهم. وكنضيف واحد نصف كأس من الماء وكنحرك شويه، وكنغطي على الطاجين حتى كطيب مطيشه وكتعسل مع البصل. هنا بحال اللي كتشوفوا بعد ما كطيب الطماطم كيكون باقي فيها شويه ديال الماء، كنضيف اللحم المفروم وكنحركو، وانا في نفس الوقت كنفردو وكنستمر على نفس المنوال حتى كيطيب. انا بعد ما كطيب الكبسه بحال اللي كيبان لكم كنضيف القطع ديال البطاطس المقليه. بالنسبه للبطاطس يمكن تشويوها فقط في الفرن حسب الاختيار، وكنحركها معاهم حتى كتشرب لي النكهه ديال التوابل. هنا كنعمل حفر متفرقه وكنضيف البيض بهذا الشكل هذا وكنخليهم على نار مهيله حتى كيطيبوا. وفي الاخير كنرش القليل من الجبن المبشور اللي كيبقى اختياري، ولكن كيعطي واحد النكهه اللي لذيذه بزاف للاكله ديالنا. وكنطفي النار وكنغطي الطاجين وكنخلي الجبن يذوب غير بالحراره د الاكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا اللي كتجي رائعه جدا في المذاق. بطبيعه الحال كنقدموها وهي سخونه مع شي كاس ديال اتاي في هاد البرد، كتجي يا سلام. كنتمنى تجربوها وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وكذلك اذا كنتم جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وانا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم، نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن، الى اللقاء.